ندير لك الشاب. بالمقابل آلاف الصفحات المغربية، آلاف الصفحات المغربية شوف يطاولوا على تاريخ الجزائر، يهضروا بقلة احترام على الجزائر، كابرانات وما كابرانات وتبون وذاك. شوف بومدين، سبوا بومدين، سبوا الامير عبد القادر، سبوا الشهداء، اعتدوا على حرمة الميت. ولا واحد من المؤثرين فيكم، ألا يوجد فيكم عاقل سي رضوان وسي أبرنوس يوقفهم عند حدهم؟ اسمح لي سي رضوان، اسمح لي نكمل لك، اسمح لي سي نكمل لك، والله غير نكمل لك. انا ما عنديش مشكل تسب تبون نسب لك الملك. كون نبداو بالمفهوم هذا المنبطح، سب نسب، سب لي مرأة جزائرية نسب لك مرأة مغربية وما نسالوش حتى ربي يدي امانته. بصح الميت هذه من الجبن، من عدم الرجولة، من الرخص. اسمح لي تطاول على ميت وعلى شهيد. اليس يوجد فيكم عاقل في المغرب؟ اسمح لي يا سي رضوان، راني نتبع كاع لي لايف تاع سي ابرنوس كل يوم وتاع رضوان وتاعكم. الا يوجد فيكم عاقل واحد، والله غير نكمل لك. الا يوجد عاقل فيكم يقول لهم يا شريف ما تدوش مغالطه. حنا كنظن واقيلا كاع هاد الناس، انا شخصيا السي سعيد ها هو امامي، ما عمرنا طولنا على الشهداء، ما عمرنا سبينا. احنا ما كنسبوش الحيين، غنسبوا الميتين. السي اشيل هذا راه اتهام خطير، كتهمني انا وتهم حتى السي سعيد. واش فهمت هضرتي؟ انا قلت لك انا نجاوب سبيتوا الشهداء. انا معك اشيل، انا معك اشيل. شوف تفضل. اولا كاين معيارين باش نتكلموا في هذا الموضوع هذا. المعيار الاول هو معيار الرسميه. لان الرسمي هو اللي كيعطينا التوجه الحقيقي نتاع النظام والطريقه باش كيفكر النظام وباش كيجيري النظام. الصراع نتاعو كنسميه صراع، بغيتي تسميه انت عداوه سميه عداوه، انا كنسميه صراع وخصومه. تفضل. رسميا كنتكلموا على وكاله انباء ديال الدوله، وفي القوانين المنظمه لهذا النوع نتاع الوكالات تسمى بلسان الحال او الناطق الرسمي باسم سياسات الدوله. وبالتالي فإن التقارير هما تقريرين خرجوا في وكالة الأنباء الجزائرية، بعدها تقريرين في القناة التلفزيونية الرسمية الجزائرية. نعم. ماشي تكلموا على ظاهرة، ماشي قالوا خبر، لأنه ثم مثلا هذه الظاهرة مثلا ديال الدعارة بين قوسين في واحد البلاد تقدر تدوز في قنوات أخرى ألمانية فرنسية هولندية، ولكن يتحدثون عن واقعة وقعت. كيديروا روبورتاج على شي حاجه وقعت في واحد المدينه اكس في واحد الدوله ايكغيك. ولكن هاد الوكاله الرسميه نتاع بلادكم السي اشيل تحدثت عن مملكه الدعار، لا ماشي الدعار، مملكه الرذيله. مملكه الرذيله يعني مملكه كامله رذيله. ما قالش بانه تم القبض على كذا كذا في مدينه اكس ولا ايكغيك ولا، رغم انه حتى تم القبض على مدينه كذا اخلاقيا ما خصهاش تتقال، لانه الا تكلمت على الدار البيضاء في المغرب خصها تتكلم على القاهره في مصر، خصها تتكلم على دبي في الجزائر، في الامارات خصها تتكلم على فيتنام. يعني خص فين ما كان شي خبر ديال اعتقال شي خسره ولا شي مسخه خصهم يمشيو يقابلوا هذا النوع نتاع القنوات، وبالتالي غتولي قناه ديال يعني تتبع الاوساخ في العالم. اذا على المستوى الرسمي دعونا نقوم بمقارنه بين وكاله الانباء الجزائريه ووكاله الانباء المغربيه. هذه واحد. ثم في المستوى الثاني اسمح لي، وفي المستوى الثاني دعونا نذهب الى قنوات الرسميه نتاع الجزائر والقنوات الرسميه نتاع المغرب. ثم في مستوى ثالث نديروا مقارنه بين القنوات المملوكه للخواص والقنوات المملوكه للخواص في المغرب. ثم بعد ذلك نمشيو لهذا الشيء نتاع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات ديال مواقع التواصل الاجتماعي، اليوتيوب ديال واحد اكس ولا ايكغيك ولا يملكه واحد معروف ولا ما معروفش. ثم عاد نمشيو لمستوى اخر هو نتاع التعليقات. انا ذاك نديروا مقارنات ونشوفوا فينا هو لوفوتيف، فينا هو اللي يرتكب المجازر الاخلاقيه في حق الاخر. انا ذاك ساكون اسمح لي سي ابرنوس، في نفس السياق تاعك، في نفس السياق راك شافي على الخطاب تاع الملك محمد السادس اللي قال لا اقبل الاساءه وسب الشعب الجزائري، راك شافي له؟ تماما. نعم تماما صح. ملك البلاد هو اللي يحكم في البلاد، وعاوتاني هذيك الدوله المملكه فيها قانون يحاسب صح. هو على المستوى الرسمي هو اسمح لي هذه
هذه حريتي الشخصيه ورايي الشخصي. انا نعتبر هذاك الخطاب بعد ما شفته، انا صدقته في البدايه، من بعد ما شفت واش وقع مر الخطاب اعتبرته دس الثوم في العسل. دوك نقول لك علاه سي برنوس. هو قول. بصفتي الرسميه، اسمح لي سي رضوان، بصفتي الرسميه لن اقبل سب الشعب الجزائري لانهم اخوتنا في الدين وكذا، حاجه جميله ومتوافقين عليها. بعدها يجوا مسترزقين عايشين في المغرب ومتزوجين بمغربيات اسمح لي، وماشي من جنسيه مغربيه، ماشي من جنسيه، نقبل السب من عند مغربي ما فيها باس، ماشي من جنسيه مغربيه، فواز واسعد الشرعي والجماعه. اسمح لي سي رضوان نكمل لك، اسمح لي. لا هربنا عن الموضوع. اشيل هربنا عن الموضوع. معليش في نفس الموضوع. يسبوا في الجزائر وفي شهدائها وفي رموزها وفي جنرالاتها وفي رجالها، ما خلوا ما بقوا من ارض المغرب. الدولة هذه فيها قانون ولا ما فيهاش؟ إلا مشاو بتوصية الملك، إلا مشاو بتوصية الملك. لا شوف بلاتي سعيد، خليك معايا. اشيل غادي نشكرك اخاي، الرساله واضحه. ناخذ القرش المغربي، شكرا، لانه بزاف طالبين لي كاس تاع اشيل. باقي عندك شي ملاحظه اخرى، شي سؤال اخر؟ ماشي مشكل سي رضوان، هانيه بارك الله فيك. جاوبني برك، جاوبني رضوان، خليه يجاوبني رضوان، انا نهبط هو يجاوبني. الا سمحتي انا داك الساعه ندوزوا للقرش، لان ضروري خصني ندخل اخي رضوان. اسمح لي بزاف، الله يرحم والديك. قول لي. مرحبا. شوف الأخ أشيل، سجل على نفسك أنك لم تستطع أن تدين ما ارتكبته سميتو الوكالة الرسمية نتاعكم، ولم تستطع أن تدين ما قام به تلفزيونكم، وهذا تهرب من المسؤولية الأخلاقية، وبالتالي لا يحق لك بأي شكل من الأشكال أن تعود لتحاول أن تورط مؤسسة الأولى في البلاد في هذا النقاش هذا. فهمنا؟ إذن أولا كان عليك أخلاقيا أن تسجل الموقف نتاعك بعدا، والإدانة الرسمية والعلنية وبالصوت نتاعك لداك الشيء اللي درتوه على مستوى الرسمي من بلادكم، بلا ما نتكلموا على التطاول اللي داروا الرئيس الجزائري الذي سمى دولة في الجوار بهوك. ما قدرتوش تتكلموا، وباغيين تجيو حنا تناقشوا معنا فواز ولا كواز ولا جواز ولا بواز. نعم، كنتكلموا على شي حاجه رسميه ما قديتوش تتكلموا عليها. صافي سمحوا لي. خليك معايا سعيد، الله يرضى عليك. ناخذوا القرش. السلام عليكم. السلام عليكم، تحياتي لكم الاخوان السي سعيد والسي رضوان والاخوان اللي معنا. اولا باش نتكلموا على الجندي سوا ديزون اللي استقبلوه، هو كما كان يقول العمامره، لا حدث. علاش لا حدث؟ لاننا ولفنا من هذا النظام الجزائري على انه نظام جبان، وغادي نسطر هذه تحت جبان. اولا مظاهر الجبن فيه بدات من 75 على انه ما يستطيعش يواجه الدوله المغربيه، وانه يصيغ واحد الخطاب سياسي اللي ربما كيعبر على مواقف حقيقيه، على مبادئ حقيقيه اللي كيسميوها بمبدا تحرر الشعوب وتقرير العصير وما شابه. دائما ما كان يلجأ الى الضرب في الخلف، مثلا كما يقول ونيس، دبلوماسي تونسي في عهد بورقيبه الله يرحمه، كانت الملايير من الدولارات كتنقل في لي فاليز وكتمشي للدول الافريقيه. مثلا كما استعمل مع دول الخليج، كما استعمل مع ايران. دائما النظام الجزائري يخشى المواجهه، وهذه طبيعه في الشخصيه الجزائريه تكلم عليها حتى المفكر الجزائري مالك بن نبي، لان الجزائري يخاف من الانهزام، والخوف ديالو من الانهزام يدفعه الى عدم المواجهه، وبالتالي يلجأ الى ديك الطرق نتاع داك الانسان اللي يعني كنسميوه بين قوسين خسيس، استعملوها مع العيايده مثلا. ودائما السيناريوهات رديئه جدا. مثلا العيايده رحل اظن كان في 96 او في 96 او 98 على ما شابه، ضرب 12 سنه حتى 2012 وهو في الحبس، وخرج في 2013 دار واحد الحوار صحفي فيه 3 السوايع يقول لهم بان المغرب كان خلفيه يعني قاعده خلفيه للعشريه السوداء. يعني واحد الغباء ليس له نظير. ثم تكلم الاخ على مفهوم على الخطاب الملكي وكذا. هذا الشعب الجزائري كذب عليهم بومدين.
زرع عندهم واحد لو دوغم. واش هو هذا لو دوغم؟ بين لهم بان الشعب المغربي شعب خاضع خانع في خطابه الشهير: بوس اليدين، بوس الجلابه، مساله عاش الملك، مساله الارتباط بما يسمونه المخزان. فالشعب الجزائري كون واحد الفكره على الشعب المغربي. نعم. وحنا في الحقيقه الحسن الثاني رحمه الله عليه كان ذكيا وكان رحيما بنا، على انه ما بغاش يقحمنا في هذا الصراع التاريخي باش ما نكرهوش هذا الشعب الجزائري. فعلا الخطاب تاع امير المؤمنين لانه خطاب خلفيته خلفيه دينيه اولا، ونقدر نهضروا في الخلفيه الدبلوماسيه اللي ما غاديش تقدروا تفهموها انتم الجزائريين، لان عندكم المخ يدور كما الفيلبروكان. الفيلبروكان عنده واحد لاغوطاسيون يونيفورم، على من ما البروغرام كيبقى كيمشي هكذاك. فاذا بهم اخويا رضوان من اصطدموا معنا بداء بداك الصراع ما بين لي رابور، من اصطدموا معنا في مواقع التواصل الاجتماعي جبرونا جلاخه. عاد راهم يكتشفوا هذا الشعب المغربي اللي بلع عليهم النظام ديالهم الحدود في 94، ما قدروش يندمجوا معاه، ما قدروش يعرفوا لي طوندونس سوسيال اللي عندنا في المغرب، ما قدروش يعرفوا الشخصيات، ما قدروش. فاذا بهم دهشوا كيفاش هذا الشعب المغربي هذا التعبئه، مستوى التعبئه عالي وعالي جدا. هنا كيجي النظام الجزائري باش يحقق هذاك المفهوم تاع التعبئه عنده، هو اللي ما قادرش يحققه لانه كيبحث على الشرعيه منذ زمان، كيقحم بالشعب الجزائري في مواجهه المغاربه. اسمعوا لاخوتي الجزائريين، نقول لكم واحد الهضره: النظام ديالكم يحارب الشعب المغربي، لا يحارب النظام المغربي. وبالدليل نقطة بنقطة يحارب الشعب المغربي. فإذا كنتم تريدون تحقيق هذا المفهوم تاع الأخوة الدينية أو تحقيق هذا المفهوم تاع الأخوة المجتمعية البين مجتمعية، عليكم أولا أن تتحرروا من تلك السيطرة التي يسيطر عليكم ذلك النظام. عليكم أن تتحرروا من العقدة تاع التاريخ، وعليكم أن تتحرروا من عقدة الآخر، لأنكم خصكم ديروا واحد القراءة. غادي نختم بهذا خويا رضوان باش ما نطولش عليكم. تفضل. خصكم ديروا واحد القراءة للتاريخ بكل تجرد. خصكم تقراو التاريخ وتخرجوا من ديك العقليه الافتخاريه اللي استطاع النظام تاع بومدين ومن بعده والامتداد ديالو اليوم. خصكم تخرجوا بديك النظره الافتخاريه، وعاد غادي تقدروا تفهموا العلاقه التاريخيه ما بين المغرب والجزائر، وإلا رضيتوا بها غادي تفهموا، غادي تكونوا ان شاء الله بحول الله مزيانين. تحياتي اخويا رضوان. تحياتي. المهم ما نخلي لك المكان الا بغيت تطلع شي واحد. الا طلع مالك عاود طلعني، انا كنشتي كمالك اخويا. مرحبا. لا شوف انا ما عرفت بلاتي القرش. سي عبد الله قول لي علاش كتخلي عليا الشباب؟ هذا هو السؤال. ما فهمتش اخويا، والله ما فهمت اخويا رضوان، والله ما فهمت اخويا رضوان. حيت انا نعرف العقليه الجزائريه، حيت انا نعرف العقليه الجزائريه انت ماشي بركاني؟ لا ماشي بركاني. انا بركان اخويا رضوان، انا بركان. وراه عندك الصوت سبحان الله، عرفتي بحال شكون؟ بحال من؟ ما عرفتش قالوا لك؟ ما عمر قالوا لك مع صوتك بحال فوزي القجاع. الله العظيم شرف، الله الا شرف جميل اخويا رضوان، الله يحفظك. تبارك الله عليك. تحياتي لك اخويا رضوان، تحياتي خويا سعيد، وتحياتي للاخوه. شكرا، تحياتي يا خويا، شكرا بزاف. السي الحاج دي زيد تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. واش راك خويا رضوان؟ لاباس؟ الله يحفظك يا حبيبي، مرحبا بك اخويا. شكرا اخي رضوان، والله راك تعجبني اخي رضوان، انت انسان محترم، من وجهك بشوش، تبارك الله عليك. الله يحفظك. انا قول لي اخويا الحاج. والله يعني نعقب ليه بخف على واش قال الاخ اللي هبط هذا دركا. انت كي قلتي له لا يخافوا منك الاولاد، والله يا اخي رضوان احنا نطلعوا عندك لانك انت انسان محترم. مرحبا بك اخي. فاهم؟ بس احنا الناس اللي تبدل مثل الحرباء من لايف للايف وكل لايف بعقليه، احنا والله ما نستعملوهم يا اخي، احتراما لانفسنا واحتراما لك. فهمت؟ موش خوفا يا رضوان، موش خوفا. مرحبا اخي. شكرا اخي رضوان. مرحبا. قول لي الحاج الاسم بعد الاسم ديال خويا الحاج. انا اسمي عبد القادر. السي عبد القادر. شكرا. وخير الاسماء ما عبدت وحمدت. الوغ قول لي الله يرضي عليك، هل اقتنعت انت كمواطن جزائري بالحوار التلفزي مع ذاك الضابط بين قوسين المغربي السابق؟ تفضل.
لا انا سمعت الحوار، ويعني كي سمعت الحوار عاودت درت بحث على الشخص هذا باه نعرف اسكو هذا الانسان راه يحكي في اللوجيك ولا لا. فاهم، حنايا مش نسمعوا الحوار ونقرروا واش سمعنا، لازم نديروا بحث، لازم نشوفوا هذا الانسان على خاطر ما كنتش نعرفوا انا الانسان هذا. درت بحث يعني خفيف خفيف. يعني هذا انسان غير يعني غير واقعي، انسان كاذب، انسان صديبون واش عنده واش وراه هذا. يعني انا كانسان جزائري يعني ما صدقتوش، والعلم لله. تبارك الله عليك السي عبد القادر، وتحياتي لك اخويا وشكرا بزاف. شكرا. السي خليني الحاج. نكمل بس، خليني نكمل يا اخي رضوان، خليني نكمل. باش تشوفوا الناس الاخرين كاين بزاف ايه الناس. معليش، تفضل. راح نقول كلمه، والله راح نقول كلمه خارج السياق برك الاخ ابرنوس. تفضل. يعني والله الاخ برنوس يعني ما كل اختلافي معاه، بصح انا انسان حتى يعجبني، انسان يعني ما شاء الله انسان مثقف. والله يا اخي يا برنوس يعني حبيتي تفهمها ولا ما تفهمهاش كيما حب تفهمها معليش. بصح يا اخي يا برنوس، انت كانسان مغربي وتدافع على الوطن تاعك وتدافع على الحرمه تاعك وتدافع على اي حاجه تمس الوطن تاعك وتمسك انت، نتمنى انك تدافع عليها في المنصه تاعك، في المنصه تاع خويا رضوان، في المنصه تاع اي واحد مغربي. بصح يا اخي يا برنوس، باه تطلع مع واحد نيفو عشوائي تدخل يقرا صباح وحبس العشي، والله لا يفقه شيئا في العلم ولا في التاريخ ولا في اي شيء. يا اخي والله يعني تنزيل مستوى كبير يا اخي يا برنوس، والله تنزيل مستوى كبير، بتطلع مع واحد كيما اسعد هذاك وتنزل المستوى تاعك الارض. والله يعني اختار عليك يا اخي يا برنوس، انا وشكرا غنعطي لكم. للسي ابرنوس، انا نعطي للسي سعيد حق الرد اخي الحاج. غنشكرك بزاف وتبارك الله عليك شكرا اخويا. لا شكرا. ما تحياتي. غاديش ندير رد انا مع الحاج، غنقول له شكرا على النصيحه والله يحفظك اخي الحاج والعز. بارك تبارك الله الله فيك، عليك السي السلام الحاج، عليكم. شكرا بزاف. وراه شكرك السي سعيد، شكرك بعدا. بارك الله فيه، شكرا. هاي وحتى انا نشكروا نقولوا شكرا على النصيحه بزاف، وكنقولها بصدق والله الا بصدق صادقا، كنقولوا شكرا على النصيحه. السلام عليكم. مرحبا. الوغ السي شكري، السلام عليكم. السلام عليكم. شكري.